وكمان في اللي بيخونوا. ايه العلامات بقى اللي لو ظهرت في الراجل كده يعني الست اللي مرتبطه بيه تعرف ان كده الراجل ده بيخون؟ اول حاجه بيحصل فجوه كبيره قوي في الاهتمام. هو فجاه بيكون مهتم بيها جدا ومش عارف ايه وكيرنج، واهتمامه اتغير، تلاقي الاهتمام فجاه كده حصل فيه ايه دروب. طب ايه اللي حصل؟ ما تعرفش. شت داون خلاص، مش يعني هو بيقلل عشان بيبقى مش فاضي الناحيه الثانيه، في بنت ثانيه ومركز معاها، شغله اهتمامه، مقسم الاهتمام ما بينهم. فاول ما تحس ان بدا الاهتمام يتاثر، دي علامه من علامات ان هو بقى في حد تاني. لما البنت تحس ان هو ما بقاش يعني مهتم بتفاصيلها زي الاول، خايف عليها زي الاول، الحاجات دي كلها تدل ان هو بدا ينشغل عنها. طيب انا برضو في حتت كنت بهزر في الفيديوز، ما اعرفش اقولها ولا لا، اللي هي الحاجات اللي كنت بقول له حاجات هزار، يعني علامات بتقول ان علامات هي الراجل علامات ده حقيقيه بس على طريق الهزار شويه. ان هو لما يبقى معاكي مثلا في ولاد مثلا او بنات اصحابي كنت لما بقابلهم بيحكوا لي ان هم اول ما بيقابلهم بيقفل الموبايل، فمعنى كده ان هو حط الموبايل على الايروبلين مود او وضع الطيران. فكنت بهزر بقول لهم معنى كده ان انت مش لوحدك على الطياره، في بنات معاكي ثانيه على الطياره. الحته دي لا تغفل انه مثلا موبايله دايما يبقى على وشه، لان هو كل ما حد مثلا يجي يكلمه يروح قالب ما تشوفيش، قافل طبعا موبايله باسورد، ممنوع حد يمسك موبايله. بنات معينه من اصحابه ما ينفعش يرد عليهم، ده لازم لما تكلمه هي هتاخد بالها. في ولاد بقى تانية بتروح قافله الانترنت، اول ما بيقابل البنت بيبقى قافل الانترنت خالص. يعني ده بيبقى دايما بيظبط عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الابلكيشنز. طب واللي بيلعب في موبايله على طول او يعني بيتشات طول الوقت وهو ده بيبقى يعني ده طبعا احنا كل ده احنا شاكين عشان بس ما نقولش للناس ان لا احنا اكيد ما فيش حاجه اكيد، ما ممكن يبقى حتى الاهتمام قل ده ممكن يبقى مشغول في الشغل، ده طبيعي. فاحنا بنقول برضه ان احنا بنحاول نفتح بس ايه الادراك بص شويه. انا عموما مع فكره ان اي حد يقول لي نصيحه المفروض ما اخدهاش واعملها، يعني انا اشوف هي تنفع معايا ولا لا، عشان يعني غلط اصلا ان احنا ناخد اي نصايح كده ونطبقها على حياتنا. انا اشوف برضو يعني ايه المناسب ليا وانا ابدا اطبقه على نفسي، لان في ناس بحس ان هو لما بنتكلم تاخد الكلام لا مش حرفي، مش هينفع، اتشغل شويه عنده شغل. لو ايه ده مثلا قلبت موبايلك يبقى انت اكيد بتدخلي بقى تعالى. لا اكيد لا طبعا اكيد لا. فهي دي حته مهمه جدا. بس انا ليا كومنت عن الحته دي. لو هي حاسه ان هو بيخونها ما تاخدش اكشن اللي هو انت بتخوني، لا لازم يعني انا ضد سياسه هدم المعبد يعني بشكل واضح. انا ضد سياسه هدم المعبد. طب تعمل ايه بقى؟ تقعد تراقبه تحاول طب ايه يعني ايه اللي خلى يعني احنا طبعا بنتكلم ان هو في خلاص خيانه او هي مش متاكده بس حاسه يعني. طب ايه اللي خلاه اصلا يفكر في حد تاني؟ او ليه مثلا مش لازم نقول طبعا ان هي مشكله عندها أو كده. طب هي كانت المفروض تهتم بيه اكتر، هي ما بقتش مهتمه بيه، هي انشغلت مثلا لو متجوزه انشغلت بحياتها وباولادها، سابته وتركت. يعني قصدي برضو طبعا هو كده غلطان 100% ومش بنديله اعذاره، بس قصدي تبدا تحاول تحل الاول. لكن ما تاخدش قرار اللي هو انا شكيت فيك فهبدا اعمل مشكله. مش هنستفيد حاجه يعني. هو بصراحه برضو اي مشكله في العموم يا بشوي يعني بتبقى الطرفين مشتركين فيها، يعني حتى لو هو راح وخان فعلا بيبقى كتير برضو الست بصراحه اثرت في حاجه او انشغلت في حاجه او كده، فما نقدرش نظلم الراجل صرف ونقول ان هو اللي خاين او الست حتى ونقول ان هي اللي مقصره. يعني هو كل يعني موقف بيبقى له فعلا الاحداث بتاعته. صح، ده حقيقي. مش عايزين نقول كده عشان الرجاله ممكن تاخد ما انت اللي قصرتي براحتهم بقى. لا مش مبرر برضه، لا مش مبرر طبعا، مبرر بس طبعا كده هتبقى هي برضه قصرت في حاجه. صح اكيد. يعني كل واحد بيبقى واخد مسؤوليه، بس طبعا المسؤوليه الاكبر للرجل. اكيد